هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 5 من مارس. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج تعليق على الحدث نقدم لكم تغطية ورصد ومتابعة للادعاءات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي وتورط القوات الإريترية فيها. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إيرلندا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات في إقليم تيغراي. الرئيس المصري يقوم بزيارة إلى السودان غدا. لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو. توقيف ضباط ورجال أعمال على خلفية قضايا فساد في السعودية. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. طلبت إيرلندا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق يوم أمس الخميس لمناقشة التقارير حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي. وحظى طلب إيرلندا بدعم وتأييد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإستونيا. الجدير بالذكر بأن الولايات المتحدة والتي ترأس المجلس لهذا الشهر أعربت مندوبتها الدائمة في الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي. وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع في برامجنا المقبلة. وفيما يتعلق بالانتهاكات وتداعياتها واستجابة أطراف النزاع في إثيوبيا لها، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. من المتوقع أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى الخرطوم تستغرق يوما واحدا غدا، حسب ما أشارت بذلك مصادر رسمية مصرية. وتجيء زيارة الرئيس المصري بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، والتقت خلالها وزير الخارجية والرئيس السيسي. وتأتي زيارة الرئيس المصري في وقت تشهد العلاقات الإثيوبية السودانية تأزما بسبب الوضع على الحدود، وهو الأمر الذي أعربت مصر فيه عن وقوفها الرسمي إلى جانب السودان في تأمين وحماية أراضيه. وتأتي الزيارة كذلك في ظل تعقد الموقف الثلاثي حول مفاوضات سد النهضة، خاصة بعد إصرار إثيوبيا على إشراف الاتحاد الأفريقي فقط على المفاوضات، فيما تطلب كل من مصر والسودان إشراك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيها. أفادت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان التقى في جوبا قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية بأن اللقاء تطرق إلى سبل تحقيق السلام وإشراك الحركة الشعبية في مسار السلام واتفاقية جوبا الأخيرة بين القوى المسلحة والحكومة في الخرطوم. الجدير بالذكر بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو قطاع الشمال وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور هما الحركتان الوحيدتان اللتان بقيتا خارج السلام واتفاقية جوبا الأخيرة. أكدت صحيفة الشرق الأوسط بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية يوم الثلاثاء الماضي عن إيقافها رجال أعمال وضباط ووافد عربي في قضية فساد بقيمة 400 مليون ريال. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كاشفة عن أبرز قضيتين أولاهما تمثلت في إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي، لواء متقاعد وعقيد ومقدم يعملون بإدارة العقود والمشتروات، و21 رجل أعمال ووافد من جنسية عربية.
وأشارت الصحيفة نقلا عن الهيئة إلى قيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتلاعب في الكميات وصرف مبالغ لتلك الشركات دون وجه حق واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، مبينة أنه بلغ ما حصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن 400 مليون ريال، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع أطراف القضية. وتضمنت القضية الثانية إيقاف موظف بالديوان الملكي عامل سابقا بقسم الأراضي والمنح ومواطنين 2 وسطاء للقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، منوهة بأنه بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 2,185,000 ريال. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مبينة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. بهذا الخبر مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام من الرياض، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إيرلندا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات في إقليم تيغراي. الرئيس المصري يقوم بزيارة إلى السودان غدا. لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو. أخيرا توقيف ضباط ورجال أعمال على خلفية قضايا فساد في المملكة العربية السعودية. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي، وهو البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على أبرز أحداث الأسبوع، وذلك بالرصد والمتابعة والتعليق. في الجزء الأول نقدم لكم مقال من عمود عين راصد الأسبوعي تحت عنوان تصدع حلف إسياس أفورقي وأبي أحمد تحت معاول النقد. ثم نتوسع في الجزء الثاني في رصد التداعيات الدولية حول التقارير المتسارعة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي وتورط الجيش الإريتري فيها وتداعيات ذلك على كل من أسمرا وأديس أبابا. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إيرينا. عين راصدة، تصدع حلف إسياس أبي تحت معاول النقد. كتب فتحي عثمان: التحالف الذي صكه كل من إسياس أفورقي وأبي أحمد في أعقاب اتفاقية السلام بينهما في صيف 2018 يتعرض جداره لضربات قوية قد تؤدي إلى انهياره بالكامل. آخر الضربات جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي الجديد، والذي طالب بانسحاب فوري للقوات الإريترية والميليشيات من إقليم تيغراي على خلفية تقارير موثوقة حسب قوله عن انتهاكات لحقوق الإنسان هناك. وطالب الوزير بتحقيق دولي شامل وشفاف حول مزاعم الانتهاكات. قبل ذلك تحدث المقرر الخاص لحقوق الإنسان لإريتريا محمد عبد السلام بابكر عن توفر أدلة قوية حول ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان ينسب بعضها إلى القوات الإريترية المتواجدة هناك. أما مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى تيغراي وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو فقد صرح بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم وأن الوضع الإنساني خارج عن السيطرة كما قال. وأشار أيضا بأن حل الأزمة لا يبين في الأفق بعد عدة أشهر من العمليات العسكرية، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة
حول انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي. يتعامل الحليفان الرئيسيان أبي أحمد وإسياس أفورقي بشكل مختلف مع هذه الانتقادات. فحاكم أسمرة لا يهمه ما يقوله العالم عنه، فهو خلال فترة حكمه كلها ظلت بلاده دائمة الحضور في التقارير الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان، تقارير الخارجية الأمريكية ومراسلون بلا حدود والمنظمات الأخرى مثلا، وهو في وضع من لا يخسر شيئا، لأنه لا يرتبط بأي شراكة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية، خاصة مع الدول الغربية والتي تجاهلت بدورها إريتريا، حتى أن إريتريا بعد قيام جيش إثيوبيا باحتلال ربع أراضيها في صيف 2000 لم تجد أي نصيرا دوليا لها، لذلك يبدو لتجاهله ما يبرره من ناحية الكسب والخسارة. أما حليفه الإثيوبي أبي أحمد فوضعه مختلف، فهو أكثر ارتباطا مع الدول الغربية، فهذه الدول باركت خطواته وتوجت مباركتها له بمنحه جائزة نوبل للسلام في خطوة أقل ما يمكن أن توصف بأنها كانت متسرعة. لا يستطيع رئيس الوزراء الإثيوبي اتباع أسلوب حليفه الإريتري في غض النظر والتجاهل البارد للانتقادات الدولية، فوضع بلاده وارتباطاته الدولية ليست مثل تلك التي تخص إريتريا، لذلك فهو لن يقدر على تجاهل الانتقادات، والتي في حال استمرارها قد تدفعه إلى التخلص من حلفه السياسي مع الحليف الإريتري. من ناحية أخرى قد تبدو عوامل التحالف الداخلي مع قومية الأمهرة واحدة من مشاكل تضعضع موقفه المحلي والدولي في آن واحد. فالميليشيات التابعة للأمهرة مثل جيش حليفه قد تورطه أكثر فأكثر وتفتح له أبواب من الانتقادات الدولية التي لا قبل له بها، مما سيدفعه إلى النأي بنفسه عن العواقب التي عادة ما يتجاهلها حليفه وراء الحدود، بينما يسعى الحلفاء المحليين لتحميله أوزارها من وراء الستار. ومع تزايد الانتقادات الدولية للحرب في إقليم تيغراي ستتباعد الشقة بين الحليفين، مما سيؤدي في النهاية إلى انهيار حلفهما الذي سيذكره التاريخ كزواج متعة عابرة. استمعتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في الجزء الأول من برنامجكم تعليق على الحدث إلى المقال الأسبوعي تحت عمود عين راصدة تحت عنوان تصدع حلف إسياس أبي تحت معاول النقد بقلم فتحي عثمان. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من برنامج تعليق على الحدث، وفيه نرصد أولا التقارير التي تحدثت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تيغراي والبيانات الرسمية الدولية، ونخص بالذكر بيان الخارجية الأمريكية وبيان مقرر حقوق الإنسان لإريتريا، وأخيرا بيان موفد الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا إلى إثيوبيا، فابقوا معنا. وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين تحدث يوم السبت الماضي وصدر حديثه على شكل بيان من وزارة الخارجية الأمريكية، وقال البيان بأن بلاده تشعر بالقلق والانزعاج من التقارير الواردة من إقليم تيغراي بأنه تم ارتكاب عمليات اغتصاب وقتل خارج نطاق القانون واختطاف. ولم يكتفي الوزير بذلك، بل طلب من القوات الإريترية الانسحاب الفوري من الإقليم وكذلك ميليشيات الأمهرة، وطالب بأن يكون هناك تحقيقا دوليا شفافا ومستغلا حول التقارير حول هذه الفظاعات، كما طالب كذلك بأن تفتح الحكومة الإثيوبية المجال لوصول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين في الإقليم دون ما تأخير. ثم تناولت وسائل الإعلام الأمريكية الاتصال الذي أجراه الوزير الأمريكي مع رئيس الوزراء الإثيوبي والذي جدد فيه المطالب الأمريكية. قبل تصريح الوزير الأمريكي تحدث الدكتور محمد عبد السلام بابكر مقرر حقوق الإنسان لإريتريا أمام مجلس حقوق الإنسان في 24 من فبراير الماضي ليعطي تنويرا حول أوضاع حقوق الإنسان،
وأكد المقرر بأن لديه أدلة دامغة حول ارتكاب القوات الإريترية لجرائم في إقليم تيغراي تشمل الاختطاف من معسكرات اللاجئين. أما وزير خارجية فنلندا ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى إثيوبيا السيد بيكا هافستو فقد زار إقليم تيغراي في الفترة من 7 وحتى 10 من فبراير المنصرم، وقدم في 23 من الشهر الماضي تقريرا لمفوضية الاتحاد في بروكسل حول الوضع الإنساني هناك، حيث قال بأنه تم تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حسب ما أورده شهود تحدث إليهم في المعسكرات، وأضاف بأن الوضع الإنساني في الإقليم خرج عن السيطرة. وأضاف أيضا بأن العمليات العسكرية والتي بدأت في نوفمبر الماضي لا يبدو أن هناك أفقا قريبا لنهايتها. هذه إذاعة إرنا. تعتبر بيانات الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان والاجتماع الذي طلبته إيرلندا وأيدته كل من الولايات المتحدة الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي في دورة شهر مارس، وبريطانيا وفرنسا والنرويج وأستونيا، تعتبر كلها من أقوى الاستجابات للأوضاع الإنسانية في إقليم تيغراي. وتؤكد أيضا التقارير الصحفية التي تشير بشكل واضح إلى تورط القوات الإريترية في الإقليم في ارتكاب جرائم ضد المدنيين. اعتمدت هذه البيانات الدولية على شهادات في الأرض، مثل مقابلات وزير الخارجية الفنلندي خلال زيارته للإقليم، ثم مقابلات المقرر الخاص لحقوق الإنسان لفارين من الحرب، حيث أشار بأنه يملك أدلة دامغة على وقوع هذه الانتهاكات. ثم اعتمدت هذه البيانات على تقارير دولية كلها تصب في تأكيد حدوث الانتهاكات على شكل مجازر ضد المدنيين وإعدام غير قانوني لمدنيين واختطاف واغتصاب فردي وجماعي وتعذيب. كان التقرير الأول هو لمنظمة العفو الدولية، ووجهت له انتقادات باعتبار أنه اعتمد على شهادات ناشطين داعمين لإقليم تيغراي وحكومته، ولكن التقرير يشير إلى أن نتائجه هي نفس النتائج التي توصلت إليها مفوضية حقوق الإنسان في إثيوبيا، وهي جسم إثيوبي مستقل عن الحكومة، ويؤكد وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هناك. ثم تلا ذلك تقرير للBBC من الإقليم يشير إلى حدوث الانتهاكات أيضا. وقدمت قناة الجزيرة تقريرا خبريا اشتمل على إفادات حول وقوع انتهاكات في الإقليم، وتعرض التقرير أيضا لانتقادات مهنية وأخرى تتعلق بالوقائع الواردة فيه. ثم قدمت مراسلة CNN تقريرا من الإقليم أشارت فيه إلى ضلوع قوات إريتريا في ارتكاب جرائم وانتهاكات في الإقليم. كانت هذه البيانات والتقارير الصحفية التي تابعت المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم الذي لا زال يعاني من حرب دامية منذ 4 من نوفمبر الماضي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في البداية نقول بأن التقارير الصحفية وتقارير المنظمات الدولية ليست دائما صادقة 100% ولا تشوبها شائبة، بل هي تقارير جهات قد تعكس انحيازا أو موقفا تجاه الأزمة الحادثة في إثيوبيا بشكل عام وفي الإقليم الشمالي منها بشكل خاص، خاصة وأن تقارير المنظمات والإعلام تعتمد على شهادات أشخاص، وهؤلاء الأشخاص لهم تحيزاتهم ومصالحهم. ولكن في نفس الوقت عندما تقوم المنظمات والجهات الإعلامية بصياغة تقارير خاصة عن انتهاكات حقوق الإنسان، فهي تحاول المحافظة على مصداقيتها بقدر الإمكان، بحيث لا يكون التقرير خصما على سمعة المنظمة أو الوسيلة الإعلامية، مما يعني أنه يتضمن حقائق أساسية لا يمكن القفز عليها. وبنفس الحرص فإننا نحاول عدم الانجرار الكلي وراء التقارير والبيانات الدولية في محاولة لتحكيم عقلنا واستخدام النقد في تمحيص الوقائع ضمن هذا البرنامج. ونقول بأن المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي قد تكشفها التقارير والبيانات، ولكن
لن تثبتها سوى لجنة التحقيق القانونية المتخصصة والمستقلة والشفافة. هذه اللجان وحدها يمكنها أن تكون مرشدا لما حدث في الإقليم، ومن الأفضل أن تكون لجان خبراء دوليين وإثيوبيين ذوي سمعة مهنية عالية يصلون إلى نتائج حاسمة ولا مجال فيها للتكهنات. هذه إذاعة إرنا. وحول إمكانية وقوع انتهاكات في الإقليم حتى بروز التحقيقات الخاصة بها، نقول بأنها ليست غير واردة الحدوث، ويمكن أن تحدث اليوم وغدا وبعد غد لعدة أسباب. منها أولا الكراهية العميقة بين أطراف النزاع، خاصة الطرف الإريتري والوياني من جهة والأمهرة والوياني من ناحية أخرى. ثانيا أن السلاح متاح، وأن الرقابة على استخدامه معدومة، وأن المدنيين بدون أي حماية، وذلك بسبب زوال الحكومة الإقليمية التي كانت تحميهم ولدخول قوات مسلحة جديدة في الإقليم. ثانيا أن وعي الجنود المشاركين في الحرب العملي والقانوني والإنساني ليس كبيرا بحيث يمنعهم من التدبر في عواقب الجرائم ضد المدنيين، رغم أن العامل الأخلاقي هو العامل الحاسم في هذه المسألة، ولكن الرادع الأخلاقي قد يعمى بسبب الكراهية المتأصلة بين المتحاربين، خاصة وأن الطرف الإريتري يعتبر بأن التجارب كان سببا في ارتكاب فظائع في إريتريا في الحرب التي دارت سنة 98 حتى سنة 2000، وما لا يمنع القوات الإريترية من ارتكاب فظائع في تيغراي. إضافة إلى ذلك هو أن الرئيس الإريتري والقائد الأعلى لقوات الدفاع الإريترية دخل هذه الحرب وغرضه الوحيد هو الانتقام والثأر وليس المصلحة العليا للبلاد. والقوات الإريترية سيكون لديها أسبابا كثيرة لارتكاب فظائع في الإقليم، وذلك لمعاقبة الجميع على الفظائع القديمة التي ارتكبت في إريتريا. ثالثا ليس هناك أي جهة قانونية أو سياسية أو عسكرية قادرة اليوم في تيغراي على منع القوات الإريترية من ارتكاب فظائع ضد المدنيين، والاعتماد على أن قوات الدفاع الإريترية لديها الوازع الأخلاقي لمنعها من ارتكاب الجرائم ليس كافيا، لأن الحروب لا تحكمها الأخلاق بل يحكمها منطق القوة والبطش فقط. إذن الأخلاق والقيم المتوارثة ليست سببا كافيا لمنع قوات الدفاع الإريترية من ارتكاب جرائم ضد المدنيين، خاصة في ظل الغرض الأساسي للحرب وهو الثأر والتنكيل. أما بالنسبة للاجئين الإريتريين في تيغراي فهؤلاء وحسب شهادات موثوقة من شهود عيان لإذاعة إرنا فقد تم اختطاف جزء كبير منهم وتم نقلهم إلى إريتريا حيث لا تعرف أماكن احتجازهم اليوم. والأسباب التي تدفع قوات الدفاع الإريترية إلى خطف وإجبار الإريتريين للعودة إلى بلادهم متعددة، منها أولا هروب هؤلاء اللاجئين من بلادهم وهو أمر تعده حكومة إريتريا جريمة. ثانيا الاتهامات بالتعامل مع تيغراي وقيادتها والتآمر ضد أسمرة وحاكمها، كل هذه أسباب ومسوغات كافية لقيام القوات الإريترية على معاقبة اللاجئين الإريتريين في تيغراي، ويكفي فقط أنهم كانوا في أرض معادية لإريتريا من وجهة نظر الحكومة الإريترية، ومن يرفض منهم يمكن تصفيته دون أي خوف من أي مساءلة. وأخيرا إن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا ذاتها والتي تتم متواصلة منذ 30 عاما سببا كافيا لارتكاب الجرائم، فالأمن الإريتري وقوات الدفاع الإريترية متخصصون في ارتكاب الفظاعات والتقطيع عليها، وهذا التاريخ يشهد به المسيرة التي عقبت التحرير في إريتريا. ولن يصعب على هذه القوات القيام بنفس الجرائم وتنفيذها ببراعة ضد اللاجئين والمدنيين من سكان إقليم تيغراي. وكما أشرنا في المقال أعلاه فإن الرئيس الإريتري وزبانيته يتجاهلون ويحتقرون المؤسسات الدولية ويرتكبون فظاعات في إريتريا دون أي خوف من أي مساءلة، ولذلك وعندما تحين لهم الفرصة لممارسة نفس الدور خارج الحدود فلن يتوانوا عن ارتكاب أفظع الجرائم. ويبقى الفيصل هو التحقيق الدولي العادل والمستقل والشفاف، ثم يكون بعد ذلك لكل حادث حديث.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. إيرلندا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن حول الانتهاكات في إقليم تيغراي. طلبت إيرلندا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق يوم أمس الخميس لمناقشة التقارير حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي. وحظي طلب إيرلندا بدعم وتأييد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وأستونيا. الرئيس المصري يقوم بزيارة إلى السودان غدا. من المتوقع أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى الخرطوم تستغرق يوما واحدا غدا، حسب ما أشارت بذلك مصادر رسمية مصرية. وتجيء زيارة الرئيس المصري بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، والتقت خلالها وزير الخارجية والرئيس السيسي. لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحل. أفادت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان التقى في جوبا قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية بأن اللقاء تطرق إلى سبل تحقيق السلام وإشراك الحركة الشعبية في مسار السلام واتفاقية جوبا الأخيرة بين القوى المسلحة والحكومة في الخرطوم. الجدير بالذكر بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور هما الحركتان الوحيدتان اللتان بقيتا خارج السلام واتفاقية جوبا الأخيرة. توقيف ضباط ورجال أعمال على خلفية قضايا فساد في السعودية. أكدت صحيفة الشرق الأوسط بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي إيقاف ضباط ورجال أعمال ووافد عربي في قضايا فساد بقيمة 400 مليون ريال. كان هذا مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان وتحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.